انت فاكر ان تجارة الأعضاء بيعملها ناس في أماكن مهجورة؟ لا يا صاحبي، اللي بيبيع قلب إنسان ممكن يكون لابس بلطو أبيض. العصابات دي مش مجرد بلطجية، دي شبكات منظمة وراها أطباء وممرضين ومسؤولين في مستشفيات. مستشفيات حقيقية فيها رخص وشهادات، لكن جواها جحيم. الضحايا ناس فقراء مشردين، أطفال شوارع، أو حتى ناس زينا يدخلوا المستشفى في غيبوبة أو بيعملوا حادثة، وأهلهم يتحطوا قدام ورقة يوافقوا على التبرع، بس اللي بيحصل جوه مش تبرع، ده سلخ وتقطيع وبيع. بيشتغلوا ازاي بقى؟ في وسيط بيجمع الضحايا، في طبيب بيشيل الأعضاء بدقة، وفي نقال بينقلها في شنط تبريد مخصوصة، وفي زبون دافع مئات الآلاف أو حتى ملايين عشان يعيش. والكارثة، الأعضاء دي بتتباع في السوق السودا بأسعار خرافية. مثلا الكلية من 20 ل50 ألف دولار، الكبد ممكن يوصل ل100 ألف، والقلب بقى لا يقدر بثمن. وبيغطوا على كل ده ازاي بقى؟ بتقارير مزورة، حالات وفاة مفاجأة، أو حتى دفن الجثة من غير ما حد يشوفها. وانت تفتكر انك بعيد؟ مش لازم تكون في شارع ضلمة ولا في حرب، كفاية تقع في ايد حد منهم عشان تتحول لسلعة. الناس دي مش بيقتلوك عشان يسرقوا فلوسك، لأ، دول بيقتلوك عشان يسرقوا جسمك.